قدامي دي، يعني المنظر اللي انا شايفه قدامي ده شفته فين قبل كده انت في مصر؟ مصر هنا لا مفيش. يعني هو ده كان موجود اصلا؟ لا خالص. يعني قبل 10 سنين الطريق اللي انا ماشي عليه انا وانت ده كان موجود؟ ولو هو موجود بالفخامه دي؟ طب اتعمل امتى؟ النخل ده طول امتى؟ ده النخله دي عشان تطول محتاجه 9 سنين 10 سنين لوحدها، يعني النخله دي عشان توصل للطول ده محتاجه 10 سنين. اتعمل ازاي؟ يعني دي ممكن مثلا تشوفها في اوروبا، يعني تشوفها ده حتى الجو اوروبي. يعني انت لو حسيت واخدت بالك من الجو اللي احنا عايشين فيه ده، احنا مقفلين الازازه اهو بس احنا في جو اوروبي. ايه اللي عمل؟ سبحان الله. يعني انا بصراحه ربنا حاله الاعجاب مش عارف يعني. احنا شايفين كل حاجه، يعني شايفين كل حاجه بعينينا، وفي نفس الوقت كمان حاسين بالوجع، يعني حاسين ان احنا تعبانين برضه، يعني مضغوطين، يعني كلنا مضغوطين كأسر كبني ادمين. لكن طب ايه اللي انت عملته ده؟ الفكره اللي جالها وهو بيتكلم على العاصمه، قال لك انتوا ليه مش عايزين تقتنعوا ان العاصمه كانت فكره كيف احول التراب لفلوس. الفكره دي مش في العاصمه بس على فكره، الفكره دي في المكان اللي انت ماشي فيه دلوقتي ده. والمكان ده من 10 سنين ما كانش موجود، جبل ما كانش موجود. يعني تخيل المكان اللي احنا ماشيين فيه انا وانت ده ما كانش موجود من 10 سنين، ولا من 10 سنين، من 7 سنين او من 8 سنين ما كانش موجود. ايه المداخل وايه المخارج دي؟ ايه ده؟ تخيل ان الراجل ده يقعد 10 سنين تاني بس. متصور المنظر ان بعد 10 سنين تاني لو قعد 10 سنين واشتغل بنفس الوتيره دي ممكن نوصل فين؟ سبحان الله.